بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد والفل والياسمين. ايه رأيكم بقى في الشيش الجميل ده؟ هنعمله بقى بدون فرن، هنعمله على البوتاجاز بطريقة بسيطة جدا وخطوات بسيطة يا حبايبي. هيطلع معاكم بصوا لونه وجماله بجد، شكله تحفة. هنعمله بأبسط طريقة، بطريقة مختلفة، هيطلع معانا جوسي وطري في منتهى الجمال. بص بقى جمال الشيش، تقدروا بقى تعملوا سندوتشات تقدموه مع الرز. بص بقى جميل وطري في منتهى الجمال، مفيش احلى من كده بدون فرن بقى ولا اي حاجة. وتقدروا تقدموه بقى مع الرز البسمتي، بيبقى جميل جدا برضو يا حبايبي. واللي وصل معانا هنا بقى يا حبايبي ما ينساش بقى الاشتراك في القناة عشان يوصلوا مني كل جديد انا بنزله. استنى بقى رأيكم في التعليقات يا حبايبي. يلا بينا بقى ندخل الفيديو ونشوف هنعمل العظمة دي كلها ازاي. ومعانا كده بقى هنعمل التتبيلة. معانا مية بصلتين عاملينهم في الكبة ومصفينهم، اخدنا المية بتاعتهم بس. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، التوابل اللي انتوا تحبوها. انا هنا معايا بهارات فراخ، فلفل اسود، جوز الطيب، ملح وفلفل وبابريكا، بس كده. ومعانا هنا هننزل بمعلقتين كاتشب عشان الكاتشب بيدينا طعم حلو اوي في التتبيلة يا حبايبي. جربوا التتبيلة دي هتعجبكم جدا. ومعانا هنا 3 معالق خل، بيساعد معانا على التسوية. ومعانا هنا عصير ليمونة. ومعانا كوباية زبادي، اي نوع زبادي بقى تفضلوه. بس كده، وهنقلب بقى التتبيلة الجامدة دي. ريحة التوابل جميلة جدا والتتبيلة بسيطة جدا يا حبايبي. هنقلب كويس قوي عشان التوابل بتاعتنا تدوب. احلى بقى تتبيلة تاكلوها للشيش يا حبايبي. هنا صدور فراخ مقطعينها قطع. حابين تستخدموا اوراق براحتكم، انا بستخدم هنا الصدور، بتطلع جوسي وطريه جدا لان الزبادي بيساعد على الايه، على التسويه. والخل كمان يا حبايبي، بتطلع معاكم جوسي وطريه في منتهى الجمال. بعد كده في التتبيله لمده ساعه او ساعتين ونرجع لها تاني. وخلاص كده عملنا الشيش بتاعنا في العصيان. حابين بقى تحطوا فلفل الوان، بصل، حسب راحتكم. انا حطيت هنا فلفل الوان. كده خلصنا الكمية كلها. بصوا بقى الألوان جميلة جدا. يلا بينا بقى نروح على الطاسة. ننزل بقى في طاسة سخنة كده بمكعبين زبدة كويسين، وهنستنى ما يسيحوا خالص. عايزين الطاسة سخنة جدا يا حبايبي عشان ندي الشيش طاووق الصدمة بتاعته. بس كده الزبدة ساحت معانا وسخنت الطاسة. هننزل بقى ايه بالشيش بتاعنا كده واحدة واحدة عشان الطاسة بس ما تبردش معانا. الخطوة دي مهمة جدا عشان الشيش يطلع معاكم ايه، يطلع معاكم جوسي وطري من جوه. هننزل واحد واحد كده في الطاسة، مش عايزينها تبرد معانا. نبتدي بقى نقلب الشيش بتاعنا، بس هو ما بياخدش ثواني، بياخد الصدمة بتاعته. نقلب بقى الشيش بتاعنا كده. بس هو ما بياخدش اكتر من دقيقة على كل جانب، يا دوبك بس ياخد الشق بتاعت الصدمة. وبعد كده خلاص هنبتدي بقى نلمعه كده بالايه، بالتتبيلة اللي احنا عملناها.
وبالتتبيله بتاعت الشيش طاووق اللي تبلنا بيها هننزل ايه على الفراخ كده ونلمعها يا حبايبي لغايه ما تاخد معانا لون. حابين تحطوها في الفرن براحتكم برضو حسب ذوقكم بيريحكم. حابين تعملوها على البوتاجاز زي كده عادي مفيش اي مشكله. هنقلب يمين وشمال لغايه ما تاخد معانا لون. هنفضل كل شويه نلمع فيها كده ايه بالفرشه. دي بقى بتخلي الشيش طاووق ايه طري معانا وجوسي وجميل. هناخد بقى من التتبيله كده اللي نزل من ناتج التسويه يا حبايبي، وهندي بقى ايه تلميعه كده عشان ناخد بقى ايه لون الشوي الجميل. حابين بقى وصلتوا للمرحله دي حابين تحطوا على الشوايه براحتكم مفيش اي مشكله. هنعمل بقى الرز البسمتي. معانا هنا بصلايه مبشوره ونزلنا بعود قرفه وحبهان هنشوحهم بس مع بعض كده. ولو عندنا زعفران او كركم هننزل بيه. هننزل بقى بشويه كركم او زعفران ونقلب كده عشان بقى ناخد اللون الاصفر الجميل للرز البسمتي. مفيش اسهل وابسط من كده. ومعانا هنا مكعب مرقه هننزل بيه ومعانا الملح بس كده. هنقلب بقى وننزل بالرز. ننزل بقى بالرز غسلينه كويس مش نقعينه. انا ما بنقعش الرز البسمتي، في ناس كتير بتنقعه لكن انا لا، انا بستخدمه كده على طول. هنقلب بقى الرز كده لغايه ما يفرفش معانا. هنشوح الرز كده لغايه ما يتغلب بقى بالسمنه وبالتوابل الجميله بتاعتنا. وهننزل عليه اول ما يخرفش معانا كده ننزل عليه ايه بالميه السخنه على طول. ننزل بقى بالفحمايه كده ايه على الشيش بتاعنا ناخد بقى احلى طعم الشوي. الله بقى على الجمال. بص بقى جمال الشيش. وكده يا حبايبي خلاص وصلنا لنهاية الفيديو. وبص النتيجة بتتكلم عن نفسها يا حبايبي. الشيش طالع بص جوسي وطري ولونه جميل جدا، ولا استخدمنا فرن ولا اي حاجة. كل ده عملناه في الطاسة يا حبايبي. هستنى بقى رأيكم في التعليقات وتقولولي بقى رأيكم في الشيش الجميل ده ايه. واستنوني ان شاء الله فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.